مرحبا يا حلوين، يسعد مساكم كل أوقاتكم يا رب. ورجعنا لكم بوصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم وصفتنا كتير سهلة وكتير سريعة، بدنا نعمل فتة الشاورما. خليكم مع الفيديو. أول خطوة بدنا نبلش في خلطة نقع الدجاج. حطينا لبن وبدنا نضيف عليه ليمون، وبدنا نضيف طبعا اشي أساسي التومة عشان يعطينا كتير نكهة مميزة. بدنا نضيف بهارات شاورما، أنا خالطة ملح وفلفل وشوية بابريكا مع بهارات شاورما طبعا، وزيت الزيتون ما تنسوه. هلا بدنا نحركهم كتير منيح ليتجانسوا القوام مع بعض. بعدين بدنا نضيف عليه الدجاج ونحطه بالتلاجة ليلة كاملة، أو ممكن تخلوه 4 ساعات كحد أقصى. هلأ بدنا نشوح الدجاج على النار. طبعا حطينا شوية زيت زيتون مع زبدة. تاني خطوة بدنا نعمل صلصة الطحينية. حطينا لبن وحطينا طحينية، حطينا ليمون، وطبعا اشي اكيد بدنا نحط التومة، واكيد بدنا نحط زيت الزيتون. انا بحب احط شوية مايونيز عشان تخفف شوية نكهة الطحينية، واللي ما بحب يعني بحسب راحتكم، مش ضروري. هلا بدنا نخلطهم كتير منيح مشان التكتلات هاي كلها تروح من الخليط. لا تنسوا تحطوا الملح، انا نسيت احطه بالاول. والمكون السري لسر النكهة في وصفتي اللي هو دبس الرمان مع خلطة الطحينية. جربوها وفعلا راح يعطي طعم كتير رائع. هلأ بعد ما استوى الدجاج بدنا نحط أول إشي نكون عاملين خبز مقلي. بعدين طبقة تانية عملت بطاطا مكعبات مقلية كمان حسب الرغبة، بس كتير بتعطي طعم طيب مع الوصفة. هلأ بدنا نحط الدجاج فوق البطاطا. هلأ آخر طبقة طبعا بدها تكون صوص الطحينية. هلا آخر خطوة بوصفتنا بدنا نزين فتة الشاورما، بدنا نزينها باللوز، وأكيد لا تنسوا الخبز المحمص والبقدونس. وهيك وصفتنا صارت جاهزة، بتمنى تجربوها وتعجبكم. ألف صحة وعافية.